ماتش أنطوان غريزمان. نستمر الآن مع أنطوان غريزمان رجل المباراة. سنأخذ فقط سؤالين ثلاثة. من فضلكم ارفعوا أيديكم. تفضل هنا في المقدمة. أهلا أنطوان، سؤال من أغتيال. بما أنك خضت الآن كل هذه المشاعر مع فرنسا للمرة الثانية، ستكونون في النهائي على التوالي، واليوم أيضا بعد نصف النهائي. الآن بعد كل هذه الخبرة، هل تبين لك ما الذي حققتموه اليوم؟ ضد بلجيكا أنا بكيت، ولكن الآن أنا أعتقد أن تركيزي أركز أكثر على النهائي يوم الأحد، وأنا أحاول أن أبقى واقعيا، أحاول أن أحافظ على هدوئي، على تركيزي، بالطبع أيضا أن أتعافى بعد هذه المباراة. وهنا في المنتصف. Bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Sur quoi vous gagnez ce match? Parce que ça a été disputé, il y a eu, vous avez été mis en كيف فزتم بمباراة اليوم؟ كانت المباراة بمستوى متكافئ بين الفريقين، وكان هناك أيضا الكثير من الفرص المغربية. كيف تفسر الفوز؟ المغرب أبهرني اليوم، ونحن من الناحية التكتيكية، من الناحية الدفاعية كان المنتخب ممتازا. في الشوط الثاني خلقوا الكثير من الفرص وصعبوا علينا الأمور، وبعد ذلك وضعنا ماركوس على ناحية اليسار، وهذا التغيير في الناحية سهل علينا الأمر قليلا، لأننا كنا على ناحية اليسار أقوى في الضغط. ومن ثم بما أننا أيضا أحرزنا هدفا في وقت مبكر، هذا زاد ثقتنا بنفسنا، وبالطبع أيضا تبعه بعد ذلك الهدف الثاني، والذي جعلنا نشعر بأريحية على أرض الملعب. المباراة كانت صعبة وكانت بالكثير من التفاصيل الدقيقة، وبالطبع أيضا هل سنستطيع أن نحول الفرصة أم لا، وكنا نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لأن نركز على يوم الأحد. Par rapport à l'Argentine, est-ce que vous comprenez que vous devez améliorer beaucoup de choses pour affronter une équipe comme l'Argentine? هل لديك الكثير الذي تود أن تحسنه قبل المباراة ضد الأرجنتين، وهل تعتقد أن ميسي سيكون تحديا؟ بالطبع المباراة ستكون مباراة مختلفة تماما عما شاهدنا حتى الآن. رأينا حتى الآن كل مباريات الأرجنتين. نحن نعرف طريقة لعب الأرجنتين. هم فريق ليس بالسهل، وهم أيضا في لياقة بدنية عالية. ليس فقط ليونيل ميسي، ولكن لديهم أيضا حول ميسي لاعبين ممتازين. نعرف أن المباراة ستكون صعبة علينا، وسنعرف أيضا أنهم سيحظون بالكثير من الجماهير التي تشجعهم. لهذا السبب سنحلل كل شيء غدا، سنتحدث عن ذلك وسنرى أين الثغرات التي يمكن أن نستغلها وكيف سنستطيع أن نلعب ضدهم. سنكون متجهزين. شكرا.